شركة انتل هنعتبرها واحدة ست وخلفت توأم، وبعد ما خلفت التوأم سمت الاولاني انتل كور وسمت التاني انتل زيون. انتل كور ده عيل متدلع وعمالة تعمل له في اعلانات ودعاية لغاية ما الناس كلها عرفته، وانتل زيون ده طالع من يومه شقيان لغاية ما عظمه نشف واثبت نفسه قدام الكل والناس كلها عرفته بجدارته، وبقت الناس ملهاش غنى عنه في كل البرامج الهندسية التقيلة، لان البرامج دي ما تنفعش مع واحد متدلع. وطبعا الشقيان كسبان، والعرض ده هيطول شويه لاننا جايبين 4 اجهزه يتعمل عنهم قصص وحكايات، مش عرض واحد. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو أول مرة تشوفنا فإحنا بنقدم أقوى محتوى عن بيع الأجهزة الاستيراد، وبنساعد العميل في إنه يختار الجهاز الأنسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. الناس كلها بتدور على أجهزة حديثة وتكون سريعة وتدعم ويندوز 11. أيوة أنا عارفك يا اللي بتبص لبكرة لما ويندوز 10 يقف من عليه الدعم ويتبقى معانا ال 11، واحنا معاك وبنوفر لك اللي انت عايزه. ومش بس كده، العرض اللي معانا النهارده اتسالنا عليه كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت، ولانك عميل مميز وبتتابع AI ستور فانا مش هعرض لك زيون بس النهارده، ولا هعرض لك كور اي 7 بس، لا ده انا كمان جايب لك كور اي 9. والجهاز اللي معانا النهارده هو HP Z4 G4 تاور ورك ستيشن، والبروسيسور اللي هنعرضه الزيون النهارده هو اول مره نعرضه على القناه. وزي ما اتفقنا عيب عليك، انت عميل مميز وبتتابع AI ستور، انا مش جايب لك موديل واحد، انا جايب لك 4 موديلات. وفي العرض ده انا هبهرك وهجيب لك حاجات اصلا انت ما شفتش حد عارضها قبل كده، لان زي ما اتفقنا حضرتك الاجهزه بتيجي من بره مصر على ايد حضرتك على طول. وعشان ما نطولش عليكم ندخل على اول عرض ونقول بسم الله. الناس كلها بتدور على W2135، ولكن في العرض ده جبت لك بروسيسور اقوى منه وهو W2235. والبروسيسور ده بيكون التردد بتاعه او السبيد بتاعه او الجيجا هرتز بتاعته 3 و8، وبيعلى معانا الماكس تيربو لغايه 4 و6 جيجا هرتز، وبيكون 6 كور و12 ثريد و8 وربع ميجا كاش. والجهاز بيكون عليه رام 16 جيجا DDR4 وبيقبل لغايه 256 جيجا رام، وبيكون عليه هارد 256 NVMe التقنيه الاحدث في الهاردات، وعليه باور سبلاي قوي جدا 750 واط في 2.6 بن يستحمل معاك اقوى واحدث كروت الشاشه. وبالنسبه لكروت الشاشه احنا مش بنعرض الاجهزه بكروت شاشه لان الاستخدامات مختلفه جدا في الاجهزه. يعني ممكن واحد ياخد جهاز يبقى عايز يشتغل عليه جيمز ومش هيبص كتير للبرامج الهندسيه، فبالتالي بنرشح له يا اما كارت RX يا اما كارت GTX، فده هيكون افضل حاجه بالنسبه له. طب واحد تاني عايز يستخدم الجهاز في برامج هندسيه وريندر و3 دي ماكس وفوتوشوب واوتوكاد، احنا في الحاله دي بنرشح له يا اما RTX يا اما نيفيديا كوادرو. وبالتالي حضرتك هتختار الجهاز اللي انت عايزه وهتختار كارت الشاشه اللي احنا هنعرضه على حضرتك. وزي ما اتعودنا مع بعض نشوف حاله الاجهزه داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته، لان الجهاز دوت هيختلف عن ال3 اجهزه اللي جايين مع انهم نفس الجهاز بالظبط. طبعا ده الجهاز اللي عليه الزيون اللي هو العرض الاولاني. طبعا بيكون عندنا الباور سبلاي 750 واط زي ما هو موضح كده، وبيكون الباور سبلاي في 2.6 بن، يعني نقدر ان احنا نوصل عليه كروت شاشه عادي مفيش اي مشكله وتكون بتاخد وات عالي. بيكون عندنا مدخل الهاردات الانفيمي الاحدث تقنيه، بيكون عندنا مدخلين، وطبعا ده بيختلف عن الجهاز اللي هنعرضه كمان شويه. بيبقى فيه 4 سلوت رام هنا اهو و4 سلوت رام، يعني اجمالي 8 سلوت رام. بيكون عندنا 2 PCI اكسبريس نقدر نوصل عليهم كروت الشاشه مفيش اي مشكله. بيكون عندنا 6 ساتا نقدر نوصل عليهم 6 هاردات مفيش اي مشكله، يعني الجهاز بيشيل معانا 2 NVMe و6 ساتا، يعني يقدر الجهاز يشيل معانا 8 هاردات مفيش اي مشكله. طبعا دي مخارج الجهاز من قدام، بيبقى عندنا 4 USB 3 ومدخل السماعات وزرار الباور. ودي حاله الاجهزه ما شاء الله حاله محترمه جدا جدا. ودي مخارج الجهاز من ورا. طبعا عندنا الباور سبلاي وبيبقى عندنا 2 PS2 ومدخل السماعات، وعندنا 6 USB 3 نقدر نوصل عليهم كيبورد ماوس مفيش اي مشكله، وبيبقى عندنا 2 ايثرنت نقدر نشتغل بيهم على النت مفيش اي مشكله. وزي ما شفنا حاله الاجهزه داخليا وخارجيا ووصفنا المخارج، نقول الامكانيات من تاني عشان الناس ما تتلخبطش. هو جهاز HP Z4 G4 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور W2235، عليه رام 16 جيجا DDR4، وعليه هارد 256 NVMe، وعليه باور سبلاي 750 واط بدون كارت شاشه. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI ب 14500 جنيه حتى نفاذ الكميه. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل
كل العروض الجديده. ونروح على تاني عرض معانا وهو HP Z4 G4 تاور ورك ستيشن، ولكن البروسيسور مختلف. وزي ما قلنا لحضراتكم احنا اول مره نعرضه على القناه، وهو بيكون بروسيسور كور i7 من الجيل السابع رقمه 7800X، وده بيكون 3.5 جيجا هرتز، والماكس تيربو بتاعه بيوصل لغايه 4 جيجا هرتز، بيكون 6 كور و12 ثريد و8 وربع ميجا كاش. والجهاز ده معاه رام 16 جيجا DDR4 قطعه واحده، وعليه هارد SSD NVMe 256 جيجا. والمفاجاه هنا ان الباور سبلاي بتاعه بيكون 1000 واط وعليه 2 8 بن، يعني نقدر نشغل عليه اقوى واعلى واحدث الكروت اللي موجوده في مصر. وزي ما اتعودنا مع بعض في القناه ان حضرتك بنشوف الاجهزه داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته، والجهاز اللي هنعرضه دلوقتي من جوه ونشوف المخارج بتاعته هيكون زيه زي الجهازين اللي بعديه. ده طبعا العرض الثاني والثالث والرابع معانا. بيكون عندنا 4 سلوت رام نقدر نوصل عليهم مفيش اي مشكله، لو كل قطعه 16 مفيش اي مشكله. وعندنا 4 كمان هنا هم، يعني اجمالي 8 سلوت رام. الباور سبلاي بيكون 1000 واط. وهنا بقى الاختلاف ان الجهاز الكور i7 السابع والتاسع والاي 9 بيكون عليهم باور سبلاي 1000 واط، فبيدينا كفاءه احسن، بيبقى فيه 2 8 بن نقدر نوصل عليهم اقوى واحدث الكروت مفيش اي مشكله. بيبقى عندنا في الجهاز ده الاختلاف الثاني، بيبقى عندنا مدخل واحد بس للهاردات الانفيمي، وبيبقى موجود زي الجهاز الاولاني 6 ساتا نقدر نوصل عليهم هاردات مفيش اي مشكله. وبيكون عندنا 2 PCI اكسبريس نقدر نوصل عليهم مفيش اي مشكله. وطبعا حضرتك شايف حاله الاجهزه عندنا من بره مصر على ايد حضرتك على طول. وطبعا دي حاله الاجهزه من قدام. بيكون عندنا 4 USB 3 وعندنا مدخل السماعات وزرار الباور. ولكن بص بقى اختلاف الجهاز هنا، هو كاتب لك ان هو كور i7 سيريس اكس Z4 G4. وهنا برضو دي حالة الأجهزة خارجيا من ورا. بيكون عندنا زرار الباور ومداخل السماعات والBS2، وبيكون عندنا 5 بس USB، مش زي الجهاز اللي فات بيكون عليه 6 USB. والجهاز اللي فات برضو بيبقى عليه 2 ايثرنت، ده بيكون عليه مدخل واحد بس ايثرنت. ودي من بعض الاختلافات اهو. طبعا حالة الأجهزة ما شاء الله يعني فابريكا زي ما بنقول. وزي ما شفنا حاله الاجهزه نقول المواصفات عشان ما تتلخبطش. هو جهاز HP Z4 G4 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i7 من الجيل السابع رقمه 7800X، عليه رام 16 جيجا DDR4، وعليه هارد SSD NVMe 256، وباور سبلاي فعلي 1000 واط. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI ب 18500 جنيه حتى نفاذ الكميه. ونروح للعرض الثالث اللي معانا على نفس الجهاز، هو اسمه HP Z4 G4 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i7 من الجيل التاسع رقمه 9800X. البروسيسور ده بيكون 3.8 جيجا هرتز، والماكس تيربو بتاعه بيوصل ل 4.4. والبروسيسور ده بيكون 8 كور و16 ثريد و16.5 ميجا كاش. والجهاز معاه رام 16 جيجا DDR4 وهارد SSD NVMe 256 جيجا، وعليه باور سبلاي فعلي 1000 واط في 8 بن. وزي ما قلنا ان الجهاز اللي فات زي الاجهزه اللي جايه. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI ب 21000 حتى نفاذ الكميه. وواحد يجي يقول لي انا ليه اشتري جهاز كور i7 من الجيل التاسع، ما انا ممكن اخد على الزد 2 G4 كور i7 جيل تاسع وهيبقى ارخص بحوالي 6000 جنيه، يعني الجهاز بيكون في رينج 15000. حضرتك ده سوكت وده سوكت، ده موديل وده موديل، ده جهاز وده جهاز. يعني بكل بساطه حضرتك فيما بعد في الجهاز ده او اللي قبله لو عايز تطور هتشيل البروسيسور اللي عليه دوت وتحط بروسيسور كور i9، بقى عندك جهاز i9. انما في الجهاز الزد 2 مش هنعرف نعمل كده. والعرض الرابع اللي معانا وهو الوحش اللي لو لفيت مصر كلها بفضل الله مش هتلاقيه غير عند العبد لله، وهو جهاز HP Z4 G4 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور كور i9 من الجيل العاشر رقمه 10900X. والبروسيسور ده بيكون 3.7 جيجا هرتز و4.5 ماكس تيربو، وكمان بيكون 10 كور و20 ثريد و19 وربع ميجا كاش. بيكون معاه رام 16 جيجا DDR4 قطعه واحده، وهارد SSD NVMe 256 جيجا، وباور سبلاي فعلي 1000 واط تشغل عليه اقوى واحدث واعلى الكروت زي ما قلنا. والجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركه AI، وتحدي في السعر ده لاي حد في مصر ب 26500 جنيه حتى نفاذ الكميه. والناس اللي بتسال على الاجهزه الزد 6 الجي 4، الناس اللي ما لحقتش الكميه اللي فاتت، وفرنا كميه لحضراتكم تاني بنفس السعر ب 34000 جنيه. واحنا عارفين ومتاكدين وشفنا وسالنا والعملاء نفسهم اللي قالوا لنا ان في ناس في مصر بتبيع الجهاز ده ب 50 وب 60 الف جنيه
بس احنا بنراعي ربنا وبنعرضه على حضراتكم ب 34,000 حتى نفاذ الكميه بنفس الامكانيات. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله بعد ما ضمانك يخلص احنا بنساعدك في حلها. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، وهتدينا على الواتس الاسم والعنوان ورقمين تليفون. وهنا بيجي دورنا بنجهز الجهاز لحضرتك وبننزل لك الويندوز وبرامج التشغيل العاديه، وبنصوره لحضرتك فيديو، بتدينا التمام بنبعته مع شركه الشحن، وبتدفع الباقي عند الاستلام من مندوب شركه الشحن. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري، بجوار فتح الله جمله مره. وكمان لو بتدور على اجهزه ورك ستيشن واول مره تشوفنا، فاحنا بنقدم اقوى محتوى عن باقي الاجهزه الاستيراد، وبنساعد العميل في انه يختار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. وايوه احنا بتوع الممنوعات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. AI Store Computer Service.